السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تأهل تاريخي لمنتخب المغرب لأقل من 20 سنة إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب المقام في تشيلي، الصحافة العالمية تنفجر بالإشادة من مدريد إلى سانتياغو. الجميع يتحدث عن المنتخب الذي خطف القلوب. صحيفة آس الإسبانية كتبت تحت عنوان زابيري سوستيني أماركو، أي زابيري يحمل المغرب، حيث وصفت اللاعب بأنه القلب النابض لأسود الأطلس وصاحب التأثير الأكبر في الفوز التاريخي على كوريا الجنوبية بنتيجة 2-1. المغرب تأهل إلى ربع النهائي بفضل أداء جماعي منضبط وتألق زابيري في لحظات الحسم. صحيفة آس. أما الصحافة الإسبانية الأخرى مثل ماركا وإلموندو ديبورتيفو فقد تحدثت عن جيل ذهبي جديد للمغرب قادر على مفاجأة كبار العالم، مؤكدة أن المنتخب المغربي أصبح رسمياً الحصان الأسود للبطولة. مفاجأة المونديال تأتي من أفريقيا، المغرب يبهر العالم بانضباطه وتكتيكه العالي. ماركا. أما في أمريكا اللاتينية فقد عنونت صحيفة مونتيفيديو الأوروغويانية استادوس أونيدوس وماروكو كومبليتن الكوادرو دي كوارتوس، أي الولايات المتحدة والمغرب يكملان لوحة ربع النهائي. الصحيفة أشادت بالقوة الذهنية للمغاربة وبالقدرة على الحسم في اللحظات الصعبة أمام كوريا الجنوبية. منتخب المغرب الشاب يقدم كرة حديثة ومنظمة تضعه ضمن الثمانية الكبار في العالم. مونتيفيديو. موقع موروكو وورد نيوز كتب أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة، بل ثمرة عمل طويل وتكوين احترافي من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واعتبر أن المغرب الآن لا يشارك فقط بل ينافس على اللقب. المنتخب المغربي يبرهن أنه مشروع كروي حقيقي يعيد هيبة الكرة الإفريقية في المونديال. موروكو وورلد نيوز. وهكذا من مدريد إلى سانتياغو، من الدار البيضاء إلى الرباط، الكل يتحدث عن جيل زابيري الذي عاد الأمل وكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المغربية. الطريق ما زال طويلا، لكن أسود الأطلس الصغار أثبتوا أن الحلم أصبح حقيقة. لا تنسوا دعم الفيديو بلايك واشتراك، لأن القادم أحلى مع أسود الأطلس.